رئيسنا الله يسلم لنا اياه. روح على امريكا. على سفوح القلمون، واحدة من أهم المدن الواقعة بين جبال لبنان وديان سوريا، مدينة النبك بريف دمشق. سكان هي المدينة أغلبهم مغتربين بالخليج وأوروبا وأمريكا اللاتينية، وساهمت أموال أهل النبك بتحويل المدينة لمركز حضاري وبناء حديث، مع الحفاظ طبعاً على تاريخها. هي النبك، وبسم الله نبدأ. طبعا بالنبك في تنوع سكاني ظريف كثير، أغلب السكان هون من الطائفة المسلمة السنية، مع وجود للطائفة المسيحية الكريمة، وهذا حي من أحياء الطائفة المسيحية. هذا الشيء عاطي تنوع فريد بهي المدينة. هي الكنيسة اللي موجودة هون بالنبك. شوف الساحة ما شاء الله، شوف كيف طالة على مأذنة الجامع. هي الكنيسة اسمها الكنيسة الوردية المقدسة. هي الكنيسة تاريخ إنشائها من 1926، يعني صار لها قرن، 100 سنة تقريبا، 100 سنة بالضبط إلا سنة. أول شي بلشت الرحلة بالجبل، طبخنا وسهرنا، تاني يوم قمنا على الصيد. هلا تقدر تطبخ على هذا الغاز صغير؟ بالله هلا هي القنينة بتكفي؟ هي القنينة بتكفي؟ زيادة إن شاء الله، يعني بجوز نحتاج شوي. شو هاي؟ ملح. طبعا هي شو الطبخة؟ مضغوط ولا كبسة؟ مضغوطة. كبسة مضغوط بيقولوا لها. هذا شو بشريك؟ هذا كبسة. هي المنطقة تقريبا مو النبك، تقريبا هي المنطقة بيقولوا لها جريجير، هي قريبة من النبك ودير عطية. الشباب قاعدين هنيك، يعني نحن قاعدين هنيك. هذا الصوت ما بعرف إذا مسموع، صوت العصافير. هاد بفلة بشغلوها قال مشان العصافير تحس إنه أمان هي المنطقة بيقعدوا. وهون بهي المنطقة قال في أرانب وفي عصافير. هلا عم نستنى الشمس لحتى تطلع، طبعا هلا وقت الشروق، ما بعرف إذا مبين، بس برد هون. يعني أنا هلا لابس هي الفروة لأنه بدها
حلو كتير يعني. لسه هلا وما برد الجو طبعا. طفى الصوت. الله شوف الهدوء. أصبحنا وأصبح الملك لله. هلا النار ضعفت. شوفوا هذا الاختراع. ايه مرحبا معلم. مرحبا صياد. يلا انت حي. ما طول. بس ارفع على فوق. تصير تطول. ما بدي لك. انقض. خلي اصوره. اكثر من 10. عشت. هي جابت العصافير. صيد ثمين هذا اليوم. تيني. إنه ماذا؟ دسم. دسم. لهم العصافير. هل ترى شيئا؟ إني أرى رؤوسا قد أينعت. لقد أسمعت صوت عصافير. حان اقتافها. وين يا متابعين؟ صباح الخير. هون خلص هذا المشوار ونطرت لتاني يوم لحتى أروح على مكان تاني وقابل شخص. هون قطعنا مسافات كتير بعيدة لحتى نوصل لأعلى جبل بالنبك، ولحتى أروح على مكان اللي موجود فيه الشخص يلي حابب إني أتقابل معه وأحكي معه. هي أعلى نقطة مدينة النبك على الجبال. شوف بسم الله ما شاء الله هذا المنظر. هذا الغيم أنا زعلان لأنه مو طالع بالكاميرا نفس الواقع. المنظر بجنن ما شاء الله. هيك صارت حدود العراق، وهيك بهداك الاتجاه دير مرموس الحبشي كتير قريب منا، هو على حسب الدليل السياحي اللي معنا هيك حكى. بهذا الزمن، زمن الانترنت والسوشيال ميديا، بالوقت يلي كلياتنا بننام بنفيق على الانترنت، على الموبايلات، ماسكين تليفونات، ماسكين كمبيوترات، لابتوب، في شخص هون بهي الجبال، جبال النبك، قرر يعيش بعيد عن هي الاجواء، بعيد عن المدينة، عن الضجة، عن الانترنت، عن الجوالات، عن كل هي الاشياء المزعجة، ويعيش هون بهي البساطة، بهي الطبيعة. ومن هو صغير ربي هون وكبر هون وعاش هون. هلا رح تشوفوا معي من هذا الشخص. بعدين من عمره 9 سنين 10 سنين شي طلعت من المدرسة مع أهلي مع أخوته، أنا وأخته حاول عيشت لغاية الحين. طيب ما بتسمع اخبار احداث شلون؟ معي راديو بجيب كل شيء، جوالنا معي ولا الانترنت؟ ولا انترنت
ولا حملت الجوال في ايدي ولا مرة حملت الجوال. عايشين في جنة، عايشين أنا في جنة. الحمد لله، ألف الحمد لله. لا أذان حدا يا ابن حلو، ما جاء لا كبير ولا صغير وكله، ولا واحد زعل مني، ولا بدول عنده أنا عنده بيشربوا شوي، بيشربوا مدة، بيشربوا أشطبوا، ولا واحد زعل أي شيء. ما شاء الله. طيب شو أحلى شيء هون بالجبل بتعيش؟ عيشة الجبل ما في أحلى من عمي، لا بتقرب حدا، لا بتأذي حدا، لا حدا بحكيك، لا حدا بلا شو. انتوا الحيوانات معهم، الحيوانات بسلوا. بالرب غنم وبالرب معزي وبالرب جدي وبالرب تنيون وبالرب اسمه كل شيء بالرب. اش ما بجينا كون عندي غنم هون وكون عندي اسمه كل شيء. تعال هوته. والله ما بدنا شيء يا عمي، الله يسلمك. اهلا وسهلا فيكم يا عمي، اهلا وسهلا. عشت والله. طب هون عمي بالشتوية ما في برد كثير؟ برد ما بده، بس عندنا مأوى بتقوى الموت ويا متعود على البرد. مشيت على الصح على الحك لا بأذي لا هاك ولا هاك. لا بحب أذي هويا ولا بحب أذي دوك. ما شاء الله. بحب أريد الخير لكل العالم. أنا هو اللي جاب بحب له الخير، أنا هو اللي بحب له الخير. والله أشهد. والله لا بس حالي والله لحالي، سلام ايديك والله لحالي. انا عمي من جديد صرت اطلع على الجبل وخيم وصيد وصور وهيك. يعني قعدت في الجبل، انت بتعمل جاي الجبل جسمك بصير بتحسه انه ايه بنرجع للحياه الطبيعيه. الحياه الطبيعيه يرحم بيتك. طبعا عم تسمع انت بالاخبار بالبلد عم اسمع ايش بيصير في البلد. هلا رئيسنا الله يسلم لنا اياه روح امريكا سمعون كل شيء. ايش عم يحكي وما بخلي اخباري ما ما شاء الله. ايش في بالدنيا وايش عندنا وايش عم يصير. الحمد لله نحن بألف خير عن غيرنا بألف خير. اهل غزه الحد يا حرام يعني صاروا اي والله. يعني لو كليتنا مش مجتمعين كليتنا العرب في الحجور ما بنخلص غزه. اي والله. يعني لنا 50 دوله يا ابن الحلال، 50 دوله نحن لو كليتنا وكل حجور بنهدم. اي والله اي والله. الحمد لله الحمد لله الحمد لله يا عمي الحمد لله الحمد لله. نصيحه لاهل البلد يحبوا بعضهم، ما يخلوا غريب يقرب عليهم. اي انسان غريب اشوفه ما هي قاسم اشوفه تروح عليك تشرب ماي. تعال عشت يا عمي الله يسلم ايديك. والله ما بدنا شيء يا عمو. اهلا وسهلا عمي ولك جايزكم ما في اغلى منه. عشت يا عمي والله الله يسلم كول ايديك. كول لا تستحي يا عمي كول. اهلا وسهلا فيك. حياة سلم لي على اهلك مليون سلام. بيوصل والله. ويا قبل كل شيء، وانا عيش احلى عيشه ما بدي غير سلامتكم. الحمد لله. الف الحمد لله. انتم ايهم اشوي هو. هلا والله عمي. اهلا وسهلا بايهم في الزعيم هلا ايهم. والله بيك. بدنا نخطبك عاد بطل مجال. ان شاء الله ان شاء الله. بعد بكير. الله يكرمك. ما لنا بخطوه بلا على حلو. كلنا والله بس تفرج شوي. يلا ان شاء الله بس اهلا وسهلا فيكم. انا تشرفت فيك عمو كثير والله. الله يطول بعمرك ويقويك. اهلا وسهلا فيكم. وان شاء الله بنعيدها الزياره هيك. اهلا وسهلا اكيد بالزياره ما في زيارتكم ما في عقله منها. ونحن كمان والله عمو بنتشرف. اهلا وسهلا فيكم. بالشام وبالنبك كمان. اهلا وسهلا في الشام واهلا. الله يحياك يا عمو. اهلا وسهلا عمي. لك بس ما اشرت لا ليك يا عمو ها ليك اعطيتني اياها والله. له قيمه هلا بالشرى والله. يلا كوني هنا. الله يسلم ايديك. كوني عشت يا عمي عشت خلي لي اياك. هيها يلا وهيك بنكون خلصنا. ومثل ما شفتوا هي النبك محافظة على تاريخها وعم تواكب التطور. نراكم إن شاء الله بالحلقات القادمة. بأمان الله.